اهلا بيكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده فيديو هنعمل حاجه حلوه من بقايا الحاجات اللي في التلاجة. يعني مش هنتكلف فيه حاجه. يعني مثلا دي حته كنافه اهي، كانت موجوده من مره قبل كده، فاضت من الاولاد حطيتها في الفريزر. دي حته بسبوسه برضو كانت باقيه، حطيتها في الفريزر. هنا ده بليلة برضو اهي، برضو بليلة كانت ايه، كوباية بليلة هي المتوفرة عندنا. ده كوباية كيس كريم شانتيه، حطينا عليه شوية لبن وضربناهم ايه مع بعض. هنعمل ايه؟ هنشوف هنعمل ايه. اول حاجة هناخد من البليلة، دي كده. احنا الاول حطينا عليها سكر بس مش كتير عشان برضو ما تبقاش مسكرة قوي. حطينا عليها سكر. هنحط هنا تحت كده البليلة في الكاسات، وهنحط في الكاس التاني بليلة. يا جماعة انا بحب دايما بعمل الحاجة اللي حاجتها موجودة عندي في البيت. يعني انا مش بروح اجيب من بره، اللي عندي مرميش حاجة ابدا. اي حاجة تفيض لازم احتفظ بيها، هيجي عليها يوم وهنستخدمها. ادي حطينا البليلة زي ما قلت لكم. حط فيها شوية صوص كده في الكاسات من تحت اهي، تمام. وهنيجي بعد كده هنحط معلقة من الكريمة، الكيس اللي احنا لسه عاملينه اهو، تمام. اهو هنا برضو شوية تاني، وفي الكيس التالت اهو، تمام. بعد كده هنيجي هناخد قطعة من الكنافة، نحاول ان احنا ما نخليهاش يعني سليمة قوي اهي، وهنحطها هنا في اول كيس. شايفين اهو، دي الكنافة دي عندي بقالها فترة اهي، تمام. وهناخد قطعة تاني نحطها في الكاس التاني اهو، وهناخد نكمل نحط تاني اهي، وهناخد نحط في الكيس التالت. نحاول يعني نخليهاش قطعة كده، نحاول نكسرها بايدينا او بالمعلقة اللي احنا ماسكينها يا جماعة. شايفين لازم في الوقت اللي احنا فيه ده نستفيد بكل حاجة. وطبعا البسبوسة انا كنت عاملاها هنا برضو في البيت، نظرا برضو لان سعرها بره غالي جدا. يعني انا ممكن اعمل صينية 3 كيلو بتمن اللي انا هشتريه من بره كيلو اهو. حطينا البسبوسة. بعد كده هنجيب معلقة كريمة نحطها فوق البسبوسة اهي، معلقة كريمة نحطها هنا. مفيش اسهل من كده، ولولادك ياكلوا حاجة حلوة وهما مش عارفين اصلا. دي على فكرة بتتباع بره في المحلات غالية، يعني دي لو عند بلبن ولا عند الملكي بيدفع فيها مبلغ العلبة، تمام. ادي تاني ايه مكون. هنيجي عند تالت مكون اللي هو الكنافة. برضو هناخد منها اهو، ونحط فوق الكاس بتاعنا. نحاول نضغط عشان المكونات تعمل في بعضها
نحط في الكيس التاني برضو. نحط برضو كنافة في الكيس التالت. بتتباع دي شبيهة كده بيها عند بلبن تقريبا، اسمها كشري حاجة زي كده، بس بدل البليلة رز بلبن، وبيحطوا جلاش برضو. كلها حاجات بواقي من البيت كلها. شايفين حضراتكم اهي. برضو مش هنحاول نملاها قوي عشان برضو ما تبقاش كبيرة قوي اهي. وادي الكاس التاني وادي الكاس التالت. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب الكريمة بتاعتنا ونحط كده فوق وش الكيس اهو، ونجيب عند الكيس التاني اهو. يا جماعة يا ريت تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وانا طبعا بشكر متابعيني والناس اللي اشتركوا في القناة بتاعتي، وبشكر الناس اللي لسه هتشترك. ويا ريت اكون بقدم محتوى يعجبكم، ويا ريت تعملوا لي لايك وتتفاعلوا معايا وتقولوا لي رايكم في اللي انا بقدمه، لاني طبعا دعمكم يهمني جدا. شكرا لكم. ويا ريت اي حد عنده برضو وصفه يقدر يفيدنا بيها يكتبها لنا في التعليقات. اوعى حد عايز ينقدني، انا بقبل النقد جدا، مفيش مشاكل، نتعلم من بعض. يعني هنفضل طول عمرنا نتعلم، مفيش اي مشاكل خالص. شايفين اهي، بوريها لكم اهي عملي. ادي الكاس التالت اهو. تحبوا بقى ترشوا فوق مثلا الوش شوية سوداني، شوية زبيب، شوية جوز هند، اللي انتوا عايزينه. وبتحبوا حاجة معينة موجودة عندكم استخدموها. ادي يا جماعة ادي يا جماعة الكاسات بتاعتنا اهي. اوريها لكم اهي. شايفين اهي اهي. شايفين جمالها اهي. ادي الطبقات بتاعتها باينة من تحت. الحاجات اللي فيها هنحطها بقى في التلاجة علشان تتاكل وهي ساقعة. يا ريت يا جماعة تكون عجبتكم الوصفة. بقايا الحاجات اللي موجودة عندنا في التلاجة، هنعمل لولادنا حاجة هتبسطهم وتفرحهم، ومن غير ما نشتري، غير حاجات بسيطة جدا. الحاجات دي لو اشتريناها من بره، اسألوا بقى حضراتكم على أسعارها وشوفوا. يا ريت تدعموني وتعملوا لي لايك وشير، وتكلموني في التعليقات تقولوا لي رأيكم، وحتى لو بتنقدوني. شكرا جزيلا.